السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، حياكم الله وأسعد أوقاتكم بكل خير. الفيديو ديال اليوم عبارة عن مجموعة من الجليلبات المغربية اللي مخدومة بطبيعة الحال بالراندا. بالنسبة للأخوات اللي مازال ما داروش جليلبة وكيفكروا يديروها في هذا الصيف ولا إن شاء الله بمناسبة العيد الكبير، فأنا اقترحت عليكم مجموعة من الموديلات، لا بالنسبه للالوان ولا بالنسبه للاشكال ولا نوع الخدمه. موديلات راقيه، شي حاجه هماويه، شي حاجه ديال تحميره الوجه. كنتمنى يا ربي تلقى استحسان من قبلكم. هنا كيف كتشوفوا يعني الرانده ديال الحصيره بالالوان. بالنسبه للجلابه دو بياس يعني بالقميص ديالها، الالوان تبارك الله ما شاء الله، يعني لي كولور اللي هما باردين، لي كولور باستيل اللي كتجي الرانده فيهم باينه. تبارك الله على المعلمات ديالنا كيبدعوا في هذا المجال هذا، ما شاء الله عليهم فنانات. كذلك كاين توب ديال الكمخه. هنا راندة الحصيره بالزوق الرباطي دو كولور. كاين هذاك بلون كاسي مع الموف مع الج. راندة الحصيره وفي الجنب الرباطي مثلثات صغار. راندة ديال الكوزه مخدومه كذلك بالرباطي دو كولور. هنا البلون كاسي اللون في اللون مع الحصيره والمثلثات في الجناب. هنا رانده ديال الحصيره فيها الكورميط في الوسط والسبوله، كذلك الماغون. يا سلام، حصيره ولي زيستراس بالقفطان ديالها. البلو سيال اللون في اللون بطبيعه الحال، حتى هو كيجي راقي وهماوي. ملك الالوان النواغ مع البيج. هنا رانده العريضه كذلك والزوق في الجناب، ابره الشرقيه. هنا الكريم مخدوم بالالوان، جاكر في الجناب وفي الداخل الوسط حصيره عفوا. هنا البلو غوا بساحره الالوان، الدريس في الجنب، الموطارد بالماغون، طرز الرباطي، اشكال هندسيه. كذلك ساحره الالوان في هذا الغوز بيبي، الكري، حصيره في الوسط وفي الجناب، طرز الرباطي والبريد. صراحه ما عندي ما نقول في المعلمات اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يطلعوا لينا شي حاجه اللي بحال هذه، ودائما عندهم الجديد، دائما كاين ابداع. الابره الشرقيه اللون في اللون، الرنده في الوسط. هنا كذلك الخضر مخدوم بالصفر. الالوان كلها راقيه وزوينه، لون تينسك في لون. هنا الاحمر يا سلام، مخدوم بالدوغي، رانده عريضه، شكل هندسي. هنا راه فوق 60 غرزه تقريبا، هاد الرانده راه كبيره بزاف، ساحره الالوان. هنا الكمخه في هذا اللون الزويون تبارك الله. هنا الحصيره مطرزه. هنا البلو مارين. الحقيقه كلهم كتحير العين شنو تختار، ولكن راه صراحه راه جليبات في المستوى راقيين. اللي كتبغي الاناقه والتميز. هادو سليتات بالبرشمان، الشبكه والبرشمان، حتى هما راهم طوندونس دارجين على الموضه. هنا الكورميط، خدمه خفيفه اللي كيبغي السامبل بطبيعه الحال.
هنا الطرز المسوس في الكمام. ما عليك سيداتي غير تدخلي وتختاري الجلابه اللي تناسبك وترضي الذوق ديالك، فكلهم ما شاء الله زويونين. نصيحه ديالي يعني اغلبيه اللي بغى يدير الراندا فيديرها في الالوان اللي بارده، كتجي باينه وكتجي راقيه، وفي نفس الوقت حتى المعلمه ما كتعذبش باش تخدمها. هي حتى في النواغ كتجي طوب، ولكن صعيبه الخدمه ديالتها لان كتضر شويه بالعينين، يعني صعيبه انها تخدم لان الغرز راه صغار. يعني فاش كيكون الحرير مبروم على 2 شعرات ولا 3 شعرات راه قاصحه. هنا الطرز المسوس يعني في الكمام والرامده في الوسط، سليته خفيفه. الا كانت غير سليته ولا هذا راه ماشي اشكال، ولكن الا كانت شي حصيره عريضه فهي غتاخد بزاف ديال الوقت وغتضر شويه بالعينين. الى هنا ينتهي الفيديو ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه.